كل ده بيعمله الاندومي، قالوا بيعمل سرطان، وقال لك بيعمل تسمم في الدم. وفي واحده ولدت طفل وقالت ان الطفل اللي نزل كمان عنده سرطان. فين الحقيقه من الكلام ده؟ تعال نفهم بسرعه ان الاندومي بيتكون من حتتين، عندنا النودلز وعندنا الكيس اللي فيه البهارات او فيه السيزونينجز بتاعته. النودلز متكونه من ايه؟ في الاصل من القمح، دي القمح وشويه زيوت نباتيه ثانيه معاها. هل دي فيها مشكله؟ فيها مشكله صغيره، ان انا باخد كميه كبيره جدا من الكربوهيدرات، مفيش اي اضافه ثانيه معاها. هل دي ليها دور مع السرطان؟ الموضوع ده عشان نقول ان اكل سبب سرطان محتاج اقعد سنين طويله بكميات كبيره بشكل يومي. وخد بالك في شويه تقارير صغيره طلعت في بعض الدول اللي فيها الرقابه على الغذاء مش احسن حاجه زي نيجيريا واندونيسيا، قالت ان لقوا في مشتقات من ماده الايثيلين اوكسايد موجوده عندنا في الاندومي. ولكن هل دي سببت السرطان؟ هي قد تكون مواد مسرطنه ولكن تاثيرها على المدى البعيد. نروح للجانب الثاني بتاعنا وهو الكيس البهارات. الناس كلها بتخوف الناس منه، يقول لك عشان ده فيه الملح الصيني. البهارات جزء منها بهارات حقيقيه وجزء ثاني مكسبات طعم، اهمها الاي 621 وهو المونوصوديوم جلوتاميت او ما يعرف بالملح الصيني، وده هيكون ليه بعد كده حلقه لوحده. هل ده وحش؟ بالعكس، الكميه اللي موجوده من الملح الصيني معانا في كيس الاندومي بتاع البهارات ما تتعداش 2 جرام. انتوا عارفين احنا ممكن ناخد لحد كام في اليوم؟ لحد 3 جرام لكل كيلو جرام من وزننا. يعني لو انا شخص وزني 70 كيلو اقدر اخد لحد 210 جرام بدون اي مشكله. اذا العلاقه بتاعت السرطان او تسمم الدم مع الاندومي هي علاقه ما عنديش فيها خالص اي حاجه تسبب او تقول ان في سببيه. ولكن خد بالك ما تخليش الاندومي وجبه رئيسيه معاك، واستنى عشان تعرف اكتر عن الملح الصيني في حلقه تانية، وهقول لك كمان ازاي تحول الاندومي لوجبه بالنسبه لك تديك اعلى قيمه غذائيه. وافتكر دايما ان صحتك اهم.